الله بقى لما يكون المزاج عالي والدماغ رايقة كده الواحد يقوم يبدع ويعمل الحلو كله. وعندي كلمتين كده هقولهم، بس تعالوا نصب الملوخية. ويا سلام بقى لما نسمع صوت الطشة كمان. أخيرا أخيرا هاكل ملوخية، أيوه اتسمح لي بيها. طب ما تيجوا نسمي الله كده ونصلي على الرسول. ومعايا هنا أرنوب قمر 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 بصوت ليلى النجار. تعالوا بقى نمسك الأرنوب ده، مسكته غسلته غسله محترمه تحت الحنفيه. وتعالوا بقى شوفوا المحلول الملح اللي بعمله له عشان يطلع بصي مفيش اي نقطه زفاره. امسكي ليمونتين ثلاثه براحتك كده وعصريهم على الارنب، وشويه ملح وشويه سكر، وقلبي الكلام ده كده ببعضه وسيبيه ياخد ويدي بشكل ودي مع نفسه حوالي ربع ساعة في الخلطة دي كده من غير أي نقطة مية تاني. وبعد كده هنمسكه بقى تحت الحنفية نغسله الغسلة المتينة. تعالي بس نطلع ورق عنب من اللي احنا مفرزينه مع بعض ونتكلم كلمتين مهمين. علشان أنا خلاص أنا مش هفتح مواضيع تاني ومش هتكلم في حاجة تاني، بس عايزه احكي لكم على اللي حصل امبارح، وده انذار مني، انذار اول واخير. تعالوا بس نشوف كده شكل الورق العنب اخضر كانك لسه جايباه من الزرعه. ايوه من الزرعه بصراحه. من احسن وافضل ورق تخزين لورق العنب هي الطريقه ديت، ان انت تحطيه في ورق استرتش وتحطيه في الفريزر. بصي بيفضل معاكي من السنه للسنه. تعالوا بقى هنا بس كده ايه نحمر الارنوب بتاعنا. بحب احط حته سمنه واحط فصين مستكه. ده بقى طريقه الارانب الصح الصح اللي بحبها قوي، كانت من ايد امي الله يرحمها. وبحط فصين حبهان وانزل بقى كده بالارنوب بتاعي يعمل تش، واشوحه بقى واديله صدمه على الوشين. وبعد كده ابقى اظبط له الشوربه بتاعته. طب ما تيجوا بقى نسمي الله كده واحنا بنشتغل. هحكي لكم اللي حصل امبارح. اللي حصل امبارح كالتالي، او اول امبارح اتصلت بيا صاحبة محل فسخاني في نبارو. انا الست دي كنت خدت منها اوردر من حوالي سنتين ونص. تمام. وست محترمة جدا وانا بعزها جدا جدا جدا، وست شقيانة. المهم اتصلت بيا لقيتها بايه، انا افتكرتها بصراحه بتتصل تقول لي سلامتك يا لولا، عامله ايه يا لولا كده. المهم اتصلت، ايه يا حبيبتي عامله ايه، الف سلام عليكي. انا عايز انا الفسيخ يا رب بتاعي يعجبك وبألف ألف هنا وشفا. فأنا قلت في عقلي بالي مش فاهمة يعني. فقلت لها تسلمي لي يا حبيبتي كتر خيرك. قالت لي بكرة الصبح هيكون الأوردر عندك. أنا قلت مثلا بتقول كده مثلا وهي بتكلمني بعتها محبة، بعتها ود، بعتها مثلا أعمل لها بريفيو. فلقيتها في وسط الكلام بتقول لي وعايزة بقى ريفيو قمر زي كده يا مدام ليلى. قلت لها يا سلام عيني. قبل ما توه منكم بس دي حته خلطه. ايوه الرز بتاعها كانت فايضه من محشي الكرنب فاكرينه، كنت حطاها في العلبه دي وحطاها في التلاجة في الخزانه اللي بتبقى من تحت الفريزر. خلونا بس نكمل الكلام. المهم تاني يوم الصبح آه لقيتها انا كلمتها علشان لقيتها بعتلي فويس على الواتساب بتقول لي ايه، طيب ابعت حاجه للمندوبه بتاعتك. مندوبه؟ مندوبه ايه؟ المهم كلمتها بقول لها مندوبه ايه يا حبيبتي؟ قالت لي المندوبه الادمن بتاعتك. بقول لها مندوبه ادمن؟ ادمن بتاعت مين؟ قالت لي الادمن بتاعتك اللي كلمتني وطلبت مني الفسيخ ليكي. قلت لها انا كلمتك ادمن من عندي وقالت لك انا عايزه فسيخ؟ قالت لي ايوه اتصلت بيا واحده قالت لي انا ايه الادمن بتاعت مدام ليلى، ومدام ليلى عايزه هي تعبانه وجالها مرض كذا كذا نفسها تاكل الفسيخ قبل ما علينا يعني، وعايزه تاكل فسيخ من ايدك. وبتقول لك ابعتي 10 كيلو فسيخ ومش عارفه قد ايه رنجه وقد ايه سردين، وطالبه اوردر يعدي يعني يعدي مبلغ كبير. وبتقول لك بحقه مقابل حقه هتعمل لك بيه ريفيو اعلان. قلت لها انا عمري في حياتي من يوم ما اشتغلت على السوشيال ميديا عمري ما رفعت سماعه التليفون كده وكلمت سبونسر ولا قلت له انا عايزه ولا مش عايزه، الحمد لله. ويشهد عليا بكده كل سبونسرات وكل اصحاب المحلات اللي انا اشتغلت معاهم. انا عمري ابدا ما اقلل من نفسي واعمل حاجه زي كده يا حبيبه قلبي. قالت لي ازاي؟ لا يا مدام ليلى انا هبعت لك المكالمات، انا المكالمات متسجله عندي وهبعت لك كمان رقم تليفونها. قلت لها ابعتي لي رقم تليفونها. مهم بعتت لي رقم التليفون قبل ما تبعت لي الفيوزات. اول ما حطيت رقم التليفون على ترو كولر ظهر لي ان الرقم ده متسجل عندي باسم واحده صاحبه قناه.
صغيرة، صاحبة قناة صغيرة وقناة فاشلة وقناة ملهاش 60,000 لازمة. ولما هي قناة ملهاش 60,000 لازمة ومش بتقدم محتوى، انت مسجلاها عندك ليه يا مدام ليلى، او الرقم عندك ليه؟ هقولك عشان هي اتصلت بيا من اسبوع وقالت لي الف سلامة عليكي يا طنط ليلى، وربنا يشفيكي لينا ويخليكي ويديكي الصحة. فعادي سجلت اسمها عادي، فمش مشكلة. انما الكارثة بقى لما بعتت لي ست المكالمات. والله المكالمات انا وداني لحد دلوقتي مش قادره تنسى كل كلمه فيها. بتقول لها ايه؟ انت اسمك ايه؟ طب انا ادمن بتاعت مدام ليلى واسمي ايه، ومدام ليلى تعبانه ونفسها تاكل فسيخك، ومدام ليلى ومدام ليلى ومدام ليلى، وهي اصلا طبعا ما اسمهاش ايه نهائي. تمام. والبنت دي اساسا من ضمن القنوات اللي ممكن ايه تزقها على حد تعمل حاجه كده يعني. ما علينا. المهم سمعت المكالمات وسمعتها طبعا، وهي بتقول لها ايه، الست بتقول لها طب ابعت لها فسيخ الفسيخ مخلي عشان مدام ليلى تعرف تاكله. بتقول لها لا 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 لا، ما تبعتوش مخلي عشان تعرف تنضفه كده وهو واقفه في الريفيو، وتبقى قمر 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 وهي واقفه كده بتصور لك الريفيو يطلع ريفيو حلو قوي. اللي عايزه اقوله لكم ان الضمير مات، واللي عايزه اقوله لكم اني انا مش هبص تاني للحملات اللي بتحصل حواليا دي، ومهما تعملوا اي حاجه وفي عز تعبي انا بجد هفضل احاسبن عليكم. واي حد بيحاول يضيع شقايا وتعبي في اسمي او يقلل مني او يضايقني، انا مش هبص لاي حد تاني. اعملوا ما شئتوا، افعلوا ما شئتوا، والله ما هبص لكم ولا ليكوا اي لازمه عندي. واي سبونسر انا بقول له اهو، اي حد يتصل بيك انا ما عنديش ادمن اصلا، انا ما عنديش ادمن. واشوفكم في فيديو جديد وسلام.